راه السي عبد الكريم بونمر عارفني انا ضد الاجانب وكشويه متعصبه لبلادي، لكن تونس بالنسبه لي ما كنشوفهاش انها دوله غريبه، ما كنحسبهاش مع دول مع المشارقه. انا عندي حساسيه شويه من المشارقه، فبالنسبه لي تونس ما كنشوفهاش من المشارقه، كنشوفها دوله كنتقاسموا معاها بزاف ديال الامور، وهي يمكن اللي نقدر احنا من سطرنا تاريخ المنطقه الاخت نرجس. تونس والمغرب هم من سطروا تاريخ المنطقه. اكيد عندنا امور مشتركه، نختلف في بعض النقاط لكن كاين بزاف ديال الامور مشتركه. التشابه بيناتنا هو في الترابي، هو اننا عندنا جذور وعندنا جدودنا اللي خلاو لنا تاريخ كنحشموا عليه. يعني حنا ما غنخرجوش نسبوا في الاعراض لان كنراعيو لتاريخ جدودنا ولتربيه عائلاتنا والاصولنا. اما اللي ما عندوش جذور فكيسب بكل اريحيه وما كيهموش ويطعن في الاعراض. انا لحد الان راه باقا كنتردد واش نهضر على هذه الظاهره ولا لا، ديال الفيديوهات ديال لي ميكرو خطوار. ملي كنشوف شفت اليوم واحد الفيديو على توانسه كيهضروا على المغرب، والله الا فرحت وتاثرت بزاف لان ما تقال الا كلام الخير. شحال هذه كنت كنشوف فيديوهات طاجاو ديال المغاربه في تونس كيهضروا على تونس، فما ما كتسمع الا كلام الخير، وهذا الشيء كيفرح. كيضرني قلبي ملي كنسمع واحد جاي بكل وقاحه لتونس يتجرأ على المراه التونسيه، جاي البلاد اللي فيها زيرو اميه، ما عندهمش الاميه. انت امول 10 في عقل الجاهل، جاي لبلاد الثقافه وجاي لبلاد الرقي باش تهضر على الحاجه الوحيده اللي كاينه في دماغك، لانك انت عادي. انت امك كانت كدير لا نافيت بين فيلاج اللفت وعين ترك، فما رباتكش انك تحترم المراه وما علماتكش انك الا سبيتي هذيك المراه راه غتجيب المسبه لامك. انك منين كتمشي لواحد البلاد اللي كتضيفك وكتاكل طعامها وكتبدا تسب في الاعراض ديال النساء ديالها، هذا معناه انك انت يا انسان ما مربيش. كنقول غنهضر على هذا الموضوع، كنولي نقول لا يقدروا توانسه ما يعجبهمش الحال ويقول لك انت دخلك بيناتنا وغتدخلي بيني وبين الجزائريين. هذا الموضوع كيستفزني كامراه، وانا اساسا هنايا سواء في تيك توك او يوتيوب او في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لان بنات بلادي تسبوا، لان المراه ديال المغربيه تسبات بابشع الصفات من عند بوصبع زرق اللي حنا عارفين في فرنسا شنو كيديروا. فما يجيوش يديروا علينا انهم هما يمارسوا علينا هاد التهجمات، وحنا عارفين انهم اخر ناس يحق لهم الكلام على هذا الموضوع، لا على التاريخ لا على الهويه لا على الشرف. فما يجيوش يبداو يمرروا بعض الامور اللي هما بعادين عليها. كيفاش غتهضر لي على التاريخ وتشكك في تاريخي وانا يا بلادي ملي غتجي للمغرب ولا غتجي لتونس غيبانوا لك القلاع القديمه، غيبانوا لك التراث اللي خلاو ليهم جدودهم، ما غيبانش لك البني اللي خلاته فرنسا. راه ما غتجيش الدور تبقى تبان تقول يا سبحان الله تشبه اوروبا، بحال كي دار هذاك المؤثر اللي جا عندهم، ولا هاد جو حطاب اللي جا مشى للوران قال لهم تشبه اسبانيا وما عجبهمش الحال. اسمح لي انا ملي غتجي للمغرب غيبان لك القصبه ديال مولاي اسماعيل، غتمشي لتونس كذلك غتلقى نفس الشيء، غتلقى المعمار القديم اللي خلاو ليهم جدودهم. انت ورينيش عندك من غير اللي خلاوه المغاربه في الجهه ديال تلمسان او اللي خلاوه توانسه في الاراضي اللي كانت في الاصل اراضي تونسيه، بلا ما ندخلوا في هذا الصراع هذا حيت ما غنساليوش. هذا ما كان الاخوه. يعني انا نحب ناخذ من عندك الكلمه. انا هما في النشيد نتاعهم يا فرنسا استعدي وخذي منا الجواب وحان وقت العتاب يا فرنسا. يا اخي انت في كاس العالم لماذا شجعت فرنسا ضد تونس وضد المغرب؟ انت في النشيد الوطني نتاعك يعني فرنسا خذي منا الجواب، هل هذا هو الجواب ان تدعم فرنسا ضد المغرب وتونس؟ يعني وصلوا يكتبون اللافتات باللغه العربيه للفرنسيين، يعني والفرنسيين يرفعون في مباراه تونس وفرنسا، يعني فرنسي رافع لافته باللغه العربيه كاتبينها له الجزائريين. يعني يا اخي انتم تعادون المسلمين والعرب يا اخي. ثم انا باش نعطيك تفسير للناس هؤلاء الناس. يعني الجزائر اول ما خرج الاستعمار الفرنسي النظام الجزائري وجدوا القبائل الجزائرية متشرذمة، القبائل وحدهم، الشاوية وحدهم، شو اسمهم الاباضية، التوارق، كلها وحدهم. كيفاش باش يعملوا باش يلموهم؟ اصبحوا يعملوا لهم في عملية حشو من الكذب. انتم من قدمتم افضل ثورة، انتم الشهداء، انتم خير قوم في العالم، انتم اصبحوا يعطوا فيهم في جرعات. فالشخصية الجزائرية تكونت شخصية يعني مبنية على الكذب وعلى الحشو.
وهذا انعكس، يعني حتى تشوف كتناقش جزائري تلقى كلامه كله حشو ومغالطات وكل، لانه الجرعات اللي ياخذ فيها من عند النظام نتاعو منذ الاستقلال كلها جرعات يعني كذب والتلفيق وحشو، مثل من يتعاطى المخدرات. يعني من يتعاطى المخدرات ويصبح مدمن على المخدرات، عندما لا يجد المخدرات يصبح يتخيل في نفسه انه يشم في المخدرات او يستهلك باش يخدع مخه او يخدع نفسه. نفس الحكايه الان حتى كي يجي يناقشك يبدا يجبد لك في ترهات واوهام وخيال. فهو انا اقول حقيقه اقول كلمتي، النظام الجزائري هو سرطان في المنطقه، اقولها ليس معناتها تودد لاحد، ولا هذه كلمه حق، هذه ملاحظه لاحظتها الان، فهمتني. ثم نحن في تونس أدركنا أن الكثير من المشاكل في تونس تأتينا من هناك. نبدأ حتى من سنة 94 عندما نظمت تونس كأس إفريقيا في تونس. يا أخي الجمهور متاعهم عملوا لنا برشا مشاكل، فزدونا العرس الكروي متاعنا في تونس بالفوضى وبالهمجية وبالمشاكل، فهمتني. يعني السياحة في تونس شوهوها، يعني في الأوتيل يسرقوا في الشامبوا وفي الصابون، ويسرقوا في المناشف ويتحرشوا بالسياح. يعني يظنوا أنه السائحة الألمانية أو الإيطالية يظنونها عاهرة، يعني في بالهم أي امرأة تأتي من أوروبا فهي عاهرة، هو في مخاخهم هكاك، يتحرشون بالسياح. يعني السائح أصبح يهرب من تونس منهم هما. ثم عندما نظمت تونس القمة الاقتصادية تيكاد، القمة الأفريقية اليابانية، احنا في تونس كنا سنتكلم عن الاستثمارات وفي مواضيع اقتصادية، حتى نجلب الاستثمارات إلى بلدنا وكل